مساء الورد والحلويات. النهاردة هنعمل الحلو كله بكل سهولة وبأقل الإمكانيات وبأقل كمية هتطلعي أكبر كمية من الملبن أو الحلقوم زي ما بعض الدول بتقول عليه. النهاردة هنعمله بكل سهولة وهنحاول نتجنب كل المشاكل اللي ممكن تبوظ معانا الملبن. هنطلع ملبن بطعم وريحة زمان اللي معدتش موجودة دلوقتي. يلا نشوف عملنا الملبن ازاي. أنا طبعا هعمل أقل كمية من المقادير وهتديني برضو أكبر كمية من الملبن، والكوباية اللي هستخدمها عاير بيها هي اللي هعاير بيها كل المقادير. وانا هستخدم كوباية الشاي الجزاز العادية اللي هي مقاس المج الجزاز، وده موجود في كل البيت. عندي كوباية من المية وكوباية سكر ونص كوباية جيلاتين ونص كوباية نشا ومعلقة ماء الورد او نستبدلها بالفانيليا. ولو ما عندناش لا فانيليا ولا مية ورد بلاش منها خالص، هتمشي الوصفة من غيرهم عادي، هما بيدوا ريحة مش اكتر. وبرفع حلة على النار وبنزل بكوباية المية وكوباية السكر واسيبهم على نار عالية لحد ما السكر يدوب، وبعد كده اسيبهم دقيقتين ولا حاجة اسيبهم يغلوا. طبعا في المرحلة دي بعد ما خلاص السكر داب واحنا ريد ان احنا ننزل بالنشا والجيلاتين كل نوع لوحده. يعني الاول الجيلاتين وبعد ما يدوب تنزلي بالنشا. بس تكوني سريعة خالص في التقليب طبعا علشان الجيلاتين ما يعملش كتل من الشربات، بما انه الشربات بيكون سخن وهتنزلي عليه ممكن الجيلاتين يعمل كتل في الشربات. فتكوني سريعة بالمضرب وتدوبي كل الجيلاتين بسرعة بسرعة. لو في حالة انك مش هتقدري تعملي الاختيار ده فتعمليه مثلا في كوباية او في طبق كبير، تدوبي الجيلاتين وتدوبي النشا في معلقتين 3 من المية وتتأكدي ان هما دابوا ما فيهمش اي كتل، وترحمي نفسك من التعب. في حالة انك ما عملتيش كده ونزلتي بيهم على طول في الحلة وللأسف الله لا قدر يعني عمل معاكي كتل، ممكن تصفيهم بمصفى عادي وترجعي تكملي مش هيحصل اي حاجة. فالمهم عايزين النتيجة في الاخر ما يكونش فيها كتل. فعندك اختيارين، تعملي تنزلي الجيلاتين في الحلة على طول وتكوني قوية وسريعة وتقدري تذوبيهم بسرعة بسرعة وطبعا على نار هادية، يا اما تعمليهم في طبق خارجي بعيدة عن الحلة وتدوبيهم كده في معلقتين 3 مية وترحمي نفسك وهيكون اسهل لك. انا كنت محضرة المضرب بتاعي وسريع سريع دوبت كل الكمية. طبعا اول ما المية غلت رحت نزلت بمعلقة ماء الورد وبعد كده نزلت بالجيلاتين، وبعد ما دوبت الجيلاتين دوبت النشا. وتكوني شغالة على نار هادية. بعد ما السكر داب والمية بدأت تغلي تهدي النار خالص. اول ما تيجي تنزلي بالجيلاتين والنشا بديهم حوالي 10 دقايق على نار هادية مع التقليب المستمر لحد ما القوام كده يكون تقيل شوية، لا هو خفيف خالص ولا هو تقيل خالص، يعني وسط. وبنزل بيهم في العلبة البلاستيك اللي مبطناها في البداية في خليط النشا والسكر البودر، او ممكن نشا بس، يعني مش شرط انكم تحطوا سكر بودر. طبعا كنا شايلين شوية من الكمية اللي عملناها في البداية، هغطي بيهم الملبن من فوق وسبتهم كمان ساعة لحد ما يتماسكوا. مش شرط انكم تدخلوهم التلاجة، ممكن تسيبوهم ليلة عادي خالص برا التلاجة، مش شرط انكم تدخلوهم التلاجة خالص، مش محتاجين. طول ما مشيتوا على الوصفة صح ما غيرتوش فيها لا زودت ولا نقصت هتطلع معاكم ممتازة. وده شكل الملبن بعد ساعة بالظبط، يعني كمان لو سبتوه ساعتين القوام هيكون اتقل شوية ومش هينشف خالص، برضه هيكون طري وفي المطة. شايفين ده بعد ساعة. كمان هوريكم شكله لما يكون عدى عليه 8 ساعات. وطبعا مكان قص الملبن لازم نغلفها بالنشا. شايفين هنا طري ازاي وبيمط، انا هنا شايفين ده سلو موشن عامل ازاي المطة، فظيع. ده قوامه بعد ساعة، متخيلين بعد ساعة بيجي بالشكل ده؟ يعني في اقل وقت واقل الامكانيات عملنا احلى ملبن وادانا اكبر كمية. طبعا الملبن ده انا هعمل بيه جرس، عايزاكم تستنوا الفيديو بتاع الجرس، هيكون خطير خطير، هيكون خطير بالفعل يعني. فنشوف طريقة الملبن، نحضر الملبن عشان نعمل بيها الجرس. وده كمان كان شكله بعد 8 ساعات. شايفين القوام تماسك شوية وده احسن من الاول، والقوام ده هيفضل عليه لحد ما تخلصوا كل الكمية، مش هيتماسك تاني. حتى لو قاعد اسبوع عندك نفس القوام ده هيفضل معاك لحد ما تخلصي كل الكمية. وده طبعا علشان المقادير مظبوطة ومشينا على الوصفة صح. اتمنى تجربوها زي ما هي كده، ما تزودوش فيها علشان ما تبوظش معاكم،
وترجعوا تقولوا الوصفة كانت غلط وما طلعتش معانا زي ما طلعت معاكي بالشكل القمر ده. اتمنى اللي اول مرة يشوف قناتي ياريت يشترك ويفعل زر الجرس. ان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. See you. باي باي.